السلام عليكم يا مساء الروائح الحلوة. عملت النهاردة الكشري المصري بطريقتي الخاصة، من أول التقلية المقرمشة لحد الصلصة الحارة والدقة اللي تشاهي وتفتح النفس. ريحة البصل والصلصة وهي بتتسبك هتخلينا جعانين من أول دقيقة. جربوا الطريقة وهتعرفوا ان كشري البيت ممكن يطلع أحلى من كشري المحلات بكتير. وزيت البصل هو ملك الوصفة دي، هو سر الطعم، وهنستخدمه في كل حاجة في الكشري لان هو ده اللي بيدي طعم وريحة كشري المحلات. اول حاجة هنبدأ بيها وهي البصل، وده بصل ابيض، ده افضل من البصل الاحمر، بس لو مش متوفر عادي مفيش مشكلة. هنقطعه شرايح رفيعة جدا، وهنحط عليه نشا او دقيق، وهنقلبه كويس جدا. لكل بصلاية بتاخد معلقتين كبار من النشا او الدقيق. الدقيق والنشا بيعملوا نفس المفعول بالظبط، بس اهم حاجة ان احنا نغلفه كويس علشان يفضل مقرمش لحد بعد التحمير. وبعد كده هنسخن زيت كويس جدا على نار عالية، وهننزل بالبصل، وكده هنهدي النار، هنخليها متوسطة، ونقلب لحد ما ياخد اللون الذهبي، وهنخرجه على مناديل. والزيت ده بقى اللي هنستخدمه في باقي الكشري زي ما قلت لكم، لان ده هو اللي هيدي الريحة والطعم بتاع كشري بره. وبعد كده بس ضفتله رشة من الملح. حمص الشام هنغسله قبلها بيوم وهننقعه وهنسيبه لحد تاني يوم بقى. هنحط له مية سخنة، وهنضيف له فص توم وشوية كمون. وده هنا العدس برضو غسلته وضفت له مية مغلية مع رشة كمون وكام فص توم، وهنسيبه لحد ما يستوي نص سوا عشان هيكمل معايا التسوية بعدين. دلوقتي بقى نسلق المكرونة. جهزت حلة وضفت لها مية لحد ما غلت، نزلت بشوية ملح، وحطيت كمان دي معلقة كبيرة من زيت البصل. وهضيف دلوقتي نوعين مكرونة، سباكيتي ومقصوصة، بس انا ما كانش عندي سباكيتي فضفت نوع المكرونة الصغير ده. وهنقلب، وبعد كده بقى هنسيبها تستوي، وبعد ما تستوي هنصفيها ونسيبها على جنب. وهنا هنضيف معلقتين كبار من زيت البصل لحد ما يسخنوا. وبعد كده هننزل بالمكرونة، وضفت لها بقى معلقة من الملح وقلبتها وغطيتها بس دقيقتين على النار. وهنسخن بقى حلة على النار، هنضيف لها معلقتين كبار من الزيت مع معلقة سمنة، وهنحمص الشعرية لحد ما تاخد لون ذهبي. هنضيف الرز، وهنحمص الرز شوية من على الشعرية. وبعد كده بقى هنضيف العدس اللي احنا كنا سويناه نص السوا بس. وبعد كده برضو هناخد تقليبة كده مع الرز والشعرية. وهنضيف بقى شوية من الملح، ومعلقة صغيرة من الكمون، ورشة كمان صغيرة من الكزبرة الناشفة. وهنا انا كنت مدوبة مع مكعب مرق دجاج مع شوية مية مغلية، بيفرق بصراحة في الطعم، اللي ما بيحبوش ما يضيفوش. وهنا ضفت مية مغلية هغطي بيها الرز خالص. راح ريحة الرز مع زيت البصل كانت حاجة تفتح النفس. هنا بقى الرز خلاص اتشرب، هنقلبه وهنسيبه على نار هادية لحد ما يكمل سوا. وممكن ياخد على النار من 10 ل 12 دقيقة، وهيكون جاهز على طول معانا. هنجهز دقة الثوم، هنسخن حلة على النار، هنضيف لها زيت بصل معلقتين او 3 صغيرين، ومعلقة كبيرة من الثوم المفروم هنحمرها، وهنضيف لها قرن شطة حار، وبعد كده هنطشه بقى بالخل. التوابل بقى اللي انا ضفتها ربع معلقة صغيرة من كل من ملح وكمون وكزبرة وشطة. وبعد كده هطفيهم بعصير ليمونة كبيرة، وهقلب كل ده على النار. وعلى فكرة ممكن التقلية دي نعملها على البارد عادي، هنضيف كل المكونات دي من غير ما نرفعها على النار، وبرضو بتبقى جميلة وريحتها حلوة. وخلاص كده ضفت بقى في الاخر كوباية مية مغلية وقلبتها، وخلاص كده التقلية جهزت معانا. نيجي بقى لصلصة الطماطم. ضفت معلقتين من الزيت ومعلقة كبيرة من السمنة ومعلقة كبيرة من الثوم، شوحتهم. وبعد كده ضفت علبة من الصلصة، وهشوح الصلصة مع التومة كده شوية. وبعد كده هنزل بكوباية طماطم معصورة ومتصفية، وهقلبها وهسيبها على النار لحد ما تتسبك. بس هضيف بقى هنا التوابل. ضفت ربع معلقة صغيرة من الفلفل ومن الكمون ومن الكزبرة برضو والشطة. وضفت كمان معلقة من السكر، بس هي ما كانتش استورت. وبعد كده بقى هنسيبها لحد ما تتسبك على النار. شايفين جهزت وبقت تقيلة ولونها احمر وجميل. بصوا الجمال، الصورة بتتكلم بصراحة. المكرونة مش ملزقة، والرز والعدس الحباية كاملة ومفلفلة وخطيرة زي ما انتوا شايفين في الصورة كده. بصراحة جربوه وهيعجبكم جدا، واسهل وانضف من بره بكتير. بعد كده بقى بنرص الطبق، بنضيف الرز، وبعد كده فوقهم المكرونة والبصل المقرمش، ونضيف لهم حمص الشام.
ونضيف بقى الصلصة زي ما احنا عايزين. طبعا الصلصة زي ما انتم شايفين تقيلة ولونها جميل. جربوه واكتبوا لي رأيكم هنا في التعليقات، وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو ده. ولو انتم مش مشتركين في القناة اشتركوا وفعلوا جرس التنبيه علشان يوصلكم اشعارات بالوصفات الجديدة قبل اي حد. واشوفكم على خير في فيديو جديد ووصفة جديدة. مع السلامة.